عمل الحزب الجمهوري القيادي في حركة النهضة، نائب رئيس أو الممثل لرئيس الحركة عبد الفتاح مورو. مرحبا بك سي مورو. أسعد الأيام سيدي، وإن كان هذا اليوم لم يكن سعيدا، هذا اليوم كان يوم مأساة، يوم شدة، يوم كرب، هددت فيه سلامة تونس، قتل فيه زميل أخ ناشط سياسي هو حبيب إلى قلبي، واحد من إخواني ومن زملائي اللي طالما تقابلت أنا وياه في البلاتوات وكنا متخالفين على طرفي نقيض، نضحك له ونرمي له لبعضنا الورود، تعودت باش نتعامل معاه بهذه الطريقة وهذا الأسلوب، وهو يعاملني بنفس الطريقة. اليوم أجد نفسي وحدي في الطريق، أنا تونسي من التونسيين اللي يعملون لتونس، أجد الاغتيال موجها إلى صدري، موجه إلى كل تونسي، موجه إلى كل ناشط سياسي، موجه إلى فرحة أبنائي وبناتي باستثمار الثورة اللي بضعنا دماءنا من أجلها، فإذا بيد دنيئة مدنسة تمتد لتغتال هذه الفرحة وتغتال وحدة التونسيين. تونس كانت ولا زالت بلد الخلاف، لكن الخلاف في نطاق الوحدة. اليوم الذي يهدد هو أسلوب التعامل بين التونسيين. يقتل في التونسيين ماضي 3000 سنة كانوا متعايشين مع بعضهم، متعاونين مع بعضهم، أشعروا العالم بأنهم بلد حوار وأنه هو مجمع متاع حضارات وأفكار مختلفة. اليوم هذه الصورة تلطخ بالدم الأحمر للأستاذ شكري بالعيد، ولذلك الشجب لا يكفي، والتنديد لا يكفي، والحزن لا يكفي، والغضب لا يكفي، والثورة لا تكفي. شنو المطلوب اليوم سيدي؟ شنو المطلوب؟ ما يجري بتقول قرارات تاريخية. اليوم المطلوب من التونسيين أن يشعروا بأنهم مهددون، ولذلك التضامن لابد من هيئات تتكون في البلاد لتحمي تونس، لتدرس ظاهرة العنف، لتشجبها. شيء هيئات أستاذ عبد الفتاح مورو، شيء هذه الهيئات، شيء طبيعة هذه الهيئات، هيئات سياسية من هيئات وطنية. احنا أستاذي أنت تعلم أني كنت من الذين نادوا مع غيري بأن ندرس ظاهرة العنف، أن نحجمها، أن نستأصلها، أن نتعرف على أسبابها. اليوم وزارة الداخلية مطالبة باش توضع اليد على الذين قاموا بهذه العملية، لابد من تحديدهم، لابد من معرفتهم، باش ما نقعدوش نتهموا في بعضنا في نطاق الخلاف الحاصل بيننا. الثاني، لابد أن تتكون جبهة موحدة من الأحزاب السياسية بدون استثناء. اللي ما يدخلش في الجبهة هذه لا يعتد برأيه ولا يعتبر ناشطا سياسيا مقبولا. أستاذ عبد الفتاح مورو، ضد العنف. أستاذ عبد الفتاح مورو، هل في قيادة حركة النهضة داولتوا المسألة مع السيد راشد الغنوشي مثال، ولا قيادات وشنو الخطوات باش تاخذوها؟ الآن المكتب التنفيذي مجتمع منذ أن سمع الخبر، وهو مجتمع ليقرر قرارات هامة وسأوافيكم بها عند صدورها. واضح سي مورو. البعض يقولوا كون الحكاية كانت متوقعة، كون الناس الكل كانت تقول باش يجي وقت في تونس وباش يبدأ اغتيال سياسي، واليوم صار الحدث يعني. نعم، هو كان فما تخوف، لأنه رينا وتيرة العنف اللفظي قاعدة تتصاعد في البلاد بشكل يجعل كل الأطراف تتخوف منها، لكن حتى حد ما انكب لدراستها، وحتى واحد ما تجاوز مجرد الشجب. الناس اللي ضربت، المقرات اللي اتحرقت، الناس اللي وقع الاعتداء عليها، شجبنا الموقف وسكتنا وما قدمناش القدام باش نعملوا عمل إيجابي، باش نجمعوا بعضنا وندرسوا هذه الظاهرة ونشوفوا أسبابها ونشوفوا الفكر اللي وراها، لأن هذه الظاهرة وراها فكر، وراها رأي، وراها عقل، ما هي مجرد إجرام عابر، هي إجرام مخطط له وراءه فكر إقصاء للغير. من وراء ذلك هل الناس اللي اعتداوا مثلا على عبد الفتاح مورو في أكثر من مناسبة هم ربما يكونوا نفسهم يعتداوا على شكري بالعيد سي مورو؟ مش بالضرورة، أما يكون نفس الفكر ونفس الرأي. هو إرادة الاستئثار بالحياة السياسية وإرادة استبعاد الأطراف الذين لا نقدر على إقناعهم بالحجة القوية، فنقنعهم بالضربة القوية. ولذلك أنا نقول من غير تحديد، ما نحبش نقول شكون المسؤول، لأن ما عنديش معطيات، ما فماش طرف قدامي في عيني هو مسؤول عن الواقعة. المسؤول جميعنا عن هذه الظاهرة التي تستشري، وينبغي أن نحدد المسؤول عنها بشكل ذاتي. الأستاذ عبد الفتاح مورو القيادي في حركة النهضة، شكرا لك على تدخلك معنا. وكان يأكد لنا سفيان أنه المكتب التنفيذي لحركة النهضة مجتمع الآن حاليا باش يتخذ قرارات. عبد الستار